لم يخض منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة دولية وخسر فيها، إلا وقال المحللون أن ضعف اللياقة البدنية أحد أهم أسباب خسارة الفريق. ويلاحظ المتابعون أن لياقة اللاعب اليمني غالبا ما تتراجع في الشوط الثاني من المباراة التي يخوضها في المشاركات الخارجية. لو نجي نلاحظ منتخبنا يعني عندما يلعب الشوط الأول تشوفهم كويسين ومنضبطين. الشوط الثاني عندما يجي الشوط الثاني يبدأ يقل التركيز بسبب ضعف اللياقة البدنية، وبدأ اللاعب يتنرفز، بدأ التركيز يقل بسبب اللياقة البدنية. يبان هذا من خلال المنتخب اللي بنلعب ضدها، منتخبات كلها عالية، احنا بالنسبة لنا لياقتنا أقل منهم. البيئة والمناخ الرياضي ليس مهيئا بشكل أمثل للاعب اليمني كي يكون لاعبا متكاملا، خصوصا حين يصبح تركيز اللاعب على عمل أو وظيفة يقتات منها. احنا في اليمن ما فيش عندنا مدربين متخصصين في اللياقة البدنية، يعني ممكن تحصل واحد ولا اثنين اللي هم كويسين، ولا بقيتهم ما فيش كفاءات ولا مؤهلين. ايضا اللاعب اليمني هو مساهم في ضعف اللياقة. ايضا اللاعب اليمني قلت لك انه ما يحافظ على نفسه، بعض اللاعبين ما يحافظ على نفسه بتاع القاءات، يسهر. ايضا سوء التغذية، هذه من اسباب ضعف اللياقة البدنية على مستوى اللاعب اليمني. عندنا في اليمن انت تشوف اللاعب الصباح يروح يشتغل الساعة 2، يروح من الساعة 2 يروح يتغدى، بعدين يروح العصر يروح يتدرب وهو منهك. يعني ما فيش اصلا، ما فيش تفرغ نهائيا. ليش؟ كل هذا اصلا بسبب ضعف المادة، الناحية المادية. اللاعب هو يدور ايش؟ يدور ايش؟ يحسن من دخله المعيشي. ضعف لياقة اللاعب اليمني مسألة ليست وليدة اللحظة، وإنما معضلة تراكمية يتشارك فيها اللاعب والجهات المختصة في عدم الاهتمام والعناية بهذا الجانب. أسباب متراكمة. اللاعب منذ الصغر لا توجد تغذية كويسة، لا يوجد تمارين كويسة على أيدي مدربين الفئات عمرية كويسين، مدربين أجانب. بالإضافة إلى التغذية الكويسة، الاستقرار، التمارين الكويسة مع مدربين كويسين. بالإضافة إلى عندما يكبر اللاعب لا يوجد دوري محترفين عندنا دوري هو دوري ضعيف بالنسبة للدوريات المنطقة العربية والخليج، فأكيد بتكون اللياقة البدنية حق اللاعب اليمني أقل من اللاعب في دول الخليج وفي دول الوطن العربي. بالإضافة إلى اهتمام اللاعب بنفسه، يعني أكيد أن اللاعب أكيد موظف أو غير موظف، فما يعني يتمرن ساعة أو ساعة ونصف في اليوم، ساعتين في اليوم بالكثير. سبب انقطاع اللياقة تقل عند اللاعب اليمني انقطاع الدوري، والموسم بيكون اللاعب ما بياخذ جرعة كافية للموسم كامل. بعد ما تنتهي البطولة يضطر لفترة توقف طويلة، وفترة التوقف يكون جالس فيها في البيت، لا اهتمام لا من قبل النادي لا من قبل اتحاد كرة القدم. أصل اللاعب يضطر للتوقف فترة طويلة. ما تزال لياقة اللاعب اليمني متدنية، ولم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الكفاءة التي يتحلى بها اللاعب بدنيا كي يكون جاهزا لممارسة كرة القدم في أعلى مستوياتها. مسألة بحاجة إلى اهتمام من اللاعب ذاته في الحفاظ على لياقته وتوفير المناخ الملائم من الجهات المختصة. صفوان النمري، أحوال الرياضة.